شيخ الضاري، رئيس الوزراء يقول إن شعاراتكم نتنة وطائفية وإنكم فقاعة وعليكم أن تنتهوا قبل أن تنهوا، ما هو ردكم عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه اللغة هي لغة الطغاة دائما، وهي لغة زملائه من الحكام الظلمة الذين تعالوا على شعوبهم وأطلقوا مثل هذه الألفاظ الوضيعة التي لا تصدر إلا من إناء صالح لمثل هذه العبارات، فواجهوا شعوبهم بالقوة والحديد والنار، فمنهم من قضى عليه الشعب ومنهم من ينتظر. ويبدو أن المالكي لم يتعظ ولم يعلم أن الشعب هو شعب العراق صاحب المواقف والثورات، شعب العراق الذي واجه أمريكا بقضها وقضيضها وخسرها أكثر من 40,000 قتيل وغير ذلك من المعدات وتريليونات الدولارات. هذا الشعب هو نفسه هو الذي يتظاهر وهو الذي يتظلم، ومطالبه أقل بكثير من المظالم التي جرت على يد المالكي، غير أن المالكي يبدو أنه لا يستطيع أن يستجيب لهذه الطلبات، لأن أسياده هنا وهناك وفي إيران بالذات لا يوافقون على هذه الطلبات. شيخ حارث، نعم، عفوا، المالكي يعني يبدو أنه استجاب لمطلب الإفراج عن المعتقلات أو السجينات بصيغة أو بأخرى. هل تشكل هذه الاستجابة يعني ردا كافيا على مطالبكم؟ يعني هل هناك إجماع على الموقف من هذه النقطة؟ لا تمثل 1% من المظالم والمطالب. في سجون المالك اليوم تقبع أكثر من 5,000 امرأة وليس 400 كما يقول عملاؤه ومرتزقته. 900 في سجن الكاظمية وحدها، في سجن الكاظمية وحدها 500 سجينة عراقية أنجب الكثير منهن في السجون من جلاوزة المالكي، فهو لا يريد أن يخرجهن حتى لا يفتضح. قبل أيام يقول كلهن إرهابيات، وبالأمس يقول سجن بدل أولياء أمورهن أو سجن بلا أوامر قضائية، وهذا مما يضاعف مسؤوليته الشرعية والقانونية باعتباره القائد العام للقوات المسلحة. فلذلك إطلاق سراح 10 أو 20 أو 100 أو 200 أو 3 لا يكفي. حوالي 5,000 امرأة عراقية معتقلة. نعم شيخ حارث، وهناك مئات الآلاف من المعتقلين الآخرين. نعم، وهناك مادة 4 إرهاب التي تعتبر سيفه المسلط على رقاب معارضيه. يا شيخ حارث، عفوا يعني نعم. من اتهامات الضاري، من اتهامات المالكي لكم الشعارات الطائفية. اليوم رسالة الصدر تحذيره من ربيع عراقي. إلى أي مدى يمكن أن يخرج هذا الحراك من الشعارات الطائفية أو من الصورة الإطارية في إطار السنة؟ لم تكن هذه التظاهرات طائفية وليس فيها أي نفس طائفي، بل هي مظاهرات جزء من الشعب العراقي يمثل الكل،
وهي مطالب لكل المظلومين من كل الفئات. وبالمناسبة سجونه مليئة من كل الفئات، وإن كان أغلبهم من فئة واحدة، لكن الذين ظهروا يطالبون بكل المعتقلين رجالا ونساء الذين يعدون بمئات الآلاف. فالمالكي هو الطائفي، إجراءاته كلها طائفية: التمييز، الإقصاء، الاعتقال، النفي، التهجير، كلها مسلسلات طائفية يشرف عليها المالكي، فهو الطائفي وهو المسؤول أولا وآخرا، هو وحزبه. شكرا جزيلا لك شيخ حارث في العراق من الضاري. اتضحت